السلام عليكم ليديز اند جنتلمان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع بعكيكي. فيديو النهارده عن مطعم من المطاعم القليله قوي اللي من ساعه ما فتحت لحد دلوقتي هم محافظين على الكواليتي اللي بيقدموه وعلى الطعم الحلو اللي هم بيقدموه. فيديو النهارده عن تشيكن فيلا. تشيكن فيلا بالنسبه لي من احسن المطاعم اللي بتعمل برجر فراخ مقليه في مصر، مختلف تماما، الافكار اللي عنده مختلفه، ماسك الفراخ وعامل منها حاجات حلوه جدا من كل تفاصيل سندوتشاته جميله. فالنهارده حبيت ان انا انقل لكم التجربه اللي انا دايما بجربها وبحبها، واقول لكم على التريكات كده اللي تطلبوها والسندوتشات اللي تطلبها وتستفيد منها تبقى عامله ازاي. فان شاء الله الفيديو يعجبكم والاكل يعجبني. ما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في قناتي، ويلا بينا نخش في المهم. الاوردر بتاعنا وصل وهم قالوا لي 60 دقيقه ووصلوا في 40 دقيقه، فانا احييهم على سرعه التوصيل. في ناس كتير سالوني قبل كده يعني ايه تشيكن فيلا. تشيكن فيلا هم حاطين بعد ال ابر داش وكاتبينها فرانكو اللي هو عربي انجلش، فانت عايز تقراها تشيكن فيليه اللي هو فيليه الفراخ مفيش مشكله، عايز تقراها تشيكن فيلا اللي هو كائن الفيل نفسه، حتى اللوجو بتاعهم حاطين فيل، فبالتالي حلو قوي. حتى في المطاعم نفسها في الافرع بتاعتهم بتلاقي الفيل محطوط وستايل وكده. فخلينا نشوف انا جبت لكم ايه النهارده. ساندويتش وكمان ساندويتش وكمان ساندويتش. كفايه بقى، ده كمان واحد. كفايه بقى، ده كمان واحد. وده صنف الحلو هنجربه في الاخر. وبعتين 3 مع كل ساندوتش اللي هو الشوكه بتاعته والجلافز والمنديل. طبعا هم مش كاتبين نوع الساندوتش من بره، فانا خليني كده اشوف هنبدا بايه فيهم ويلا بينا. اول ساندوتش معانا هو الاوريجينال فيل، وباين حجمه قد ايه حلو. الاوريجينال فيل بكل بساطه بيتكون من قطعه الفراخ. قطعه الفراخ دي بتبقى محشيه جبنه، وعليها من بره صوص جبنه، كمان جبنه شيدر امريكي، وعليها خس وصوص الهاني ماستر. تمام، فخلينا كده نجرب. طبعا الجلافز واضح انها صغيره وانا راجل ايدي كبيره، فبالتالي الجلافز دي مش مريحه بالنسبه لي وهتتقطع مني وكده. فخلينا نجرب الساندوتش وبسم الله. بصوا، ساندوتش مليان جبنه، ساندوتش حلو قوي. طعم الفراخ زي اول مره اكلتها منه من كذا سنه، نفس الكواليتي الحلو ونفس الطعم الحلو. الجبنه الشيدر اللي محشيه جوه حلوه قوي وناعمه، انت بتعض على الساندوتش في ذوبان بيحصل. جبنه مع صوص الهاني ماستر، الطعم خرافي. لقمه العيش نفسها من العيش القليل قوي لما تشوفه عيش بيستحمل الصوصات ما بيتفرفتش منك. ممتازه اللقمه بتاعتهم، بيعجبني قوي الساندوتش ده مع انه اوريجينال، يعني ما فيهوش اي اختراعات، ما فيش اي اضافات. فالساندوتش ده ممتاز بصراحه. قطعه الفراخ بالنسبه للساندوتش لا، ممليه الساندوتش، واخده وضعها ولطيفه جدا. فخلينا نروح للساندوتش اللي بعده. تاني ساندوتش اسمه كاوبوي باربيكيو. الكاوبوي باربيكيو بالنسبه لي انا من احلى الساندوتشات عند تشيكن فيلا. ده شكله متكون من اونيون رينجز، حلقات البصل، والحلو فيها ان هي حلقات بصل صحيحه مش معجون بصل، وتركي مدخن، وقطعه الفراخ المحشيه جبنه شيدر، وصوص جبنه من بره. خلينا نجرب بسم الله. طيب هو للاسف الجلافز اتقطع مني، وانا قلت لكم هو صغير قوي على ايدي بصراحه مش مريح. بالتالي بصوا الساندوتش عامل ازاي من جوه، حاجه رهيبه. لما تاكلوه طبعا لازم تلبسوا جلافز، لازم. ليه انا بحب الساندوتش ده؟ قول انت بقى. لانه سعره يختلف عن الاوريجينال فيل بحوالي 5 جنيه بس، يعني فرق السعر ما بين الكاوبوي والاوريجينال 5 جنيه. وهنا هيبقى محطوط لك اونيون رينجز زياده وتركي زياده، فاهمين قصدي؟ فانت ممكن تطلع الاونيون رينجز على جنب، 2 اونيون رينجز حجمهم كبير، وهيبقى معاك المقبلات بتاعتك تاكلها بعد كده تدخل في الساندوتش. ده بالنسبه لي فكره كده اللي هو يبقى ساندوتش متكامل. في الابيتايزرز بتاعتي اخدها على جنب كده، ابدا بالاونيون رينجز اكلها، وبعد كده ابدا في الساندوتش. حاجه عظمه العظمه، مش هدفع الا 5 جنيه بس. خلينا نجرب الاونيون رينجز لوحدها. حلو قوي. في مطاعم بتحطها لك باودر ما يبقاش فيه اللحمه بتاعت البصل، فاهمين قصدي؟ فالساندوتش ده ممتاز وهايلي ريكومندد بالنسبه لي، انصحكم بيه قوي، وعلى قد سعره حلو قوي. فخلينا نروح للساندوتش اللي بعده. اخر ساندوتش معانا هو الجوسي لوسي. والجوسي لوسي من اخر ساندوتش معانا هو الجوسي لوسي. والجوسي حضرتك بتقول ايه؟ يا بيه طلع لسانك واخبطه كده، جايز في حاجه؟ ايه؟
طلع لسانك واخبطه مش فاهمين. اخر ساندوتش معانا هو جوسي لوسي، والجوسي لوسي يعتبر من البيست سيلر عند تشيكن فيلا، بيتباع كتير قوي بسبب حاجه صغيره قوي، وهي الجبنه الكريمي المطبوخه. شايفين؟ دي عباره عن جبنه كريمي كده صغيره مطبوخه، بتبقى حاجه رهيبه. خلينا نجرب. شايفين الساندوتش عامل ازاي من جوه؟ ساندوتش ناعم قوي قوي قوي. الساندوتش ده فعلا من الساندوتشات المميزه قوي عند تشيكن فيلا. طعم الجبنه الكريمي المقليه هي اصلا فكره جديده، انا اول مره اشوفها من ساعه ما جربتها، وبالنسبه لي فكره ممتازه. ولكن تعليقي الوحيد على الساندوتش ده انه قطع الجبنه الكريمي في الساندوتش وبيحط لك 4 قطع، فبالتالي مش كفايه. انا شايف ان هم مش كفايه، المفروض يبقى في اكتر من كده علشان كل قطمه تاخدها في الساندوتش ده يبقى فيها طعم الجبنه الكريمي المقليه، بتفرق قوي في الطعم. ولكن 4 قطع مش مغطيين الساندوتش كله. فلما انتوا تروحوا او تطلبوا لو ينفع تزود عدد قطع المقليه زود، هتبقى حلوه قوي. كل قطمه فيها الطعم ده، حاجه خرافيه واختراع بتاعهم، هو احييهم عليه. ساندوتشات تحفه بجد. فخلينا نروح للحلو بتاعنا. اخر حاجه معانا هو صنف الحلو الجديد بتاعهم، اسمه النوتيلا فولكانو. بيبقى عباره عن كيك كده ومحشيه نوتيلا. خلينا نجربها. ده شكل القطعه منها، شايفين عامله ازاي؟ عليها نوتيلا من فوق. بسم الله. فيها شبه من المولتن كيك شويه، وحاطين 3 قطع كده بندق من فوق. خلينا نجرب بيهم. حته كده بالبندق. انا هموت نفسي، انا هموتني. دي قطع كده بالبندق بالنوتيلا والكيك. هي فعلا شبه المولتن كيك، الاطراف بتاعتها حلوه، وكل ما تقرب لجوه كل ما تكون انعم. النوتيلا طعمها حلو قوي، والنوتيلا فعلا مش حاجه ميكس، لا نوتيلا. طعم البندق من فوق جميل. فاللي بيحب الشوكولاته دي ممتازه بصراحه. عندهم زيها جديده ولكن باللوتس، انا ما بتستهونيش اللوتس قوي. النوتيلا حلوه، فانا هكمل دي وبعد كده نروح للملخص بتاعنا. طب كملخص التجربه ككل، فيديو النهارده مش تقييم على قد ما هو نقل تجربتي انا مع تشيكن فيلا، لان انا اوريدي بحبه ورايي فيه انا عارفه، بحبه جدا. وعمري ما طلبته ديليفري او رحت فرع وكان في اختلاف مثلا في الاوردر. دايما نفس الحجم، دايما نفس الكواليتي، دايما نفس الطعم الحلو. بالنسبه للسندوتشات انا حبيت اجيب لكم الاوريجينال فيلا عشان تعرفوا هو ايه الفكره اللي هم شغالين بيها. الجبنه الامريكيه المحشيه جوه الفراخ طعمها رهيب. ساندوتش الكاوبوي باربيكيو قلت لكم على التكات بتاعته، انا بحب اطلبه عشان هو منه مقبلات ومنه الساندوتش نفسه، فرق 5 جنيه عن الاوريجينال ممتاز. نفس الكلام في الجوسي لوسي، قطعه الجبنه الكريمي المقليه رهيبه. وقلت لكم لما تطلبوه اطلبوا عليه قطع اضافيه لو ينفع، ان هو بيجي عليه 4 قطع جبنه كريمي مقليه، اطلبوا كمان 4 عليه ممتاز جدا. الحلو بتاعهم ده جديد، انا كنت متعود اطلب البان كيك الصغيره دي اللي عليها نوتيلا او كراميل، ولكن ما بتطلعش ديليفري، لازم تطلبها في المحل. اما دي تجربه حلوه، هي المولتن كيك. النوتيلا طعمها حلو، متسويه حلو. زي ما قلت لكم الدليفري ما خدش وقت، حاجه ممتازه قوي. كواليتي ما شاء الله، كواليتي كنترول عاليه قوي. اتمنى من كل المطاعم انها تمشي على نفس الخطه اللي ماشي عليه تشيكن فيلا، واتمنى ان التجربه نفسها تكون عجبتكم. صحاب كتير كانوا بيسالوني على احسن مطعم بيعمل سندوتشات فراخ مقليه، واظن الفيديو ده هيكون اجابه ليهم، وده ذوقي، وفي ناس كتير الحمد لله بتثق في ذوقي. فجربوه بعد كده ارجعوا لي قولوا لي رايكم ايه. وما تنسوش طبعا تعملوا لي لايك على الفيديو. اعمل يا جدع لايك، اقروا لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني وفي كده بتقدرني، وتدعموني بالاشتراك في قناتي عشان الدنيا تكبر معاكم وبيكم. واستنوني كل يوم جمعه فيديو جديد مع بعكيكي. سلام.